بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا اليوم رانا حنايا في يوم برلماني يتحدث عن دور المعارضة في بناء الجزائر المنشودة. لهذا ثقافة شيطنة المعارضة وثقافة تسويد صورة المعارضة هي ثقافة سلبية قديمة لا يجب أن تتكرر كل مرة. للأمانة يعني سبحان الله نحن نرى تفهم وتجاوب من السلطة التي نعارضها أكثر من بعض الصفحات. لست أدري هي صفحات مأجورة أم صفحات عميلة أم صفحات جاهلة. قانون المضاربة لقد تم التصويت حوله السنة الماضية. لماذا في هذا الظرف فقط وفي هذا التوقيت فقط تذكر أصحاب الوعي الزائف؟ أولا حركة المجتمع السلم بعد مناقشة وتمحيص واستشارة للخبراء امتنعت عن التصويت، لم تصوت بلا امتنعت عن التصويت لما رأيته من شيء مبهم. قلنا احنا ما عندناش المعلومات اللي عند السلطة من تقارير أمنية أنه فيه ناس راهي تتعمد المضاربة، وشفنا باللي قوانين يعني تحكم 30 سنة سجن للتاجر صغير يلقوا عنده 30 شكارة حليب و40 شكارة حليب، أمر غير منطقي، في حين نعرفوا باللي رجال أعمال سرقوا ميزانية ضخمة لدولة حكموا لهم ب7 سنين و10 سنين. لهذا توجسنا وخفنا من ردة فعل الشارع الجزائري وخفنا أنه تصرى فيه مظلمة، وهذا من حقنا ومناش نادمين عليه. ربما قانون المضاربة أتى بثمار إيجابية، نعم، لأنه هو أساسا قانون هذا يجب كان نحن كنواب نعالجه من زاوية اقتصادية. أزمة اقتصادية تعالج من زاوية اقتصادية لا تعالج من زاوية أمنية. السلطة كانت عندها معطيات أمنية عالجته من زاوية أمنية، احنا ما عندناش معطيات الأمنية. ما كاين ندرة، لازم يكون كاين وفرة في الإنتاج. بهذا المنطق الاقتصادي ناقشنا هذا القانون وناقشناه بكل سيادية وبكل أريحية وحفاظا على الشعب الجزائري ودفاعا عن الشعب الجزائري. واليوم فيه فئة كبيرة راهي تعاني، قال لك ظلمونا تجار صغار حكموا لهم 10 سنين وأكثر من 10 سنين. لهذا هذا الشيء اللي كنا متخوفين منه. وعلى كل حال ناقشنا هذا القانون واجتهدنا فيه، وأحسب أن اجتهادنا كان في محله. وأذكر لقد امتنعنا ولم نصوت بلا.